السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل أحلى كبدة اسكندراني. معايا بقى صينية كبيرة كده أو طاسة كبيرة، حطيت عليها شوية زيت حلوين. هنزل عليهم بالخلطة اللي هقول لكم دلوقتي مكونة من إيه، وهنزل عليها كده بفلفل حامي بارد براحتكم. هديها تشويحة بسيطة كده، وبعد كده هنزل عليها بالكبدة. لازم تكون النار عالية والكبدة ما تقلبهاش خالص أو ما تنزليها على الطاسة. هسيبها شوية كده وهبدأ أقلبها. معايا بقى دقيت بقى كده كمون وكزبرة وملح وليمون وخل وتوم وفلفل اخضر. دي الخلطة لازم تكون موجودة دايما عندك في التلاجة. انا على طول بعمل كده وبحطها وبستخدمها لحاجات كتير بقى، بطاطس، سلطة، للكبدة، للحشوات. بجد بتبقى تحفة يا جماعة. بعد كده بقى هبدأ اقلب وانزل عليها برضو بقرن فلفل حامي بارد براحتكم. ولما تدخل في السوا كده هنزل عليها بالخلطة الجبارة بتاعتنا دي. دي الكبدة الاسكندراني يا جماعة، ما تحطلهاش اي بهارات تاني غير اللي انا قلت عليها: توم وكمون وكزبرة وملح وليمون وكمون وقرن فلفل كده يتدق معاهم. زي ما انتم شايفين، بصوا بقى الجمال، اقسم بالله الريحة كانت جبارة، وبجد كانت تحفة. كبدة اسكندراني اسكندراني بجد. بصوا الجمال، مع شوية طحينة بقى وشوية بطاطس محمرة كده، بجد خطيرة. يا رب الوصفة تعجبكم.